بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل كب كيك الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وكمان جذابة جدا. يلا بقى بينا نشوف مقاديرنا. معايا هنا نص كوباية دقيق، معايا تلت كوباية حليب وتلت كوباية سكر ومعلقتين زبدة، ومعايا بيضتين، وهناخد كمان نص معلقة فانيليا. اول حاجة هنزل كده بالبيض، وهنزل كمان بالسكر ونص معلقة الفانيليا. لو تلاحظوا هنا احنا مش حاطين في المقادير خالص بيكنج باودر، هنعتمد في دخول الهواء في البيض. يعني هنفضل نضرب كده البيض والسكر لحد ما يخش الهواء كويس فيه، وهو ده هتبقى المادة الرافعة للكب كيك بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده بدأت حبيبات السكر تدوب في البيض ويتكون رغوة ويتحول لونه للون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. القوام كده لما يوصل للكريمي هفصل العجان بتاعي. طبعا انت ممكن تضربي جدا بمضرب اليدوي او مضرب الكهرباء. شايفين هو ده القوام المطلوب اللي انا عاوزاه بالظبط. تحسوا ان قوام كريمي كده واللون فتحي زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى اجيب الدقيق بتاعي وانزل بيه. وطبعا زي ما انتوا عارفين في اي كيك لازم ان انا انخل الدقيق عشان ادخل الهواء. يبقى انا اعتمدت في دخول الهواء على خفق البيض وكمان نخل الدقيق. هقلب بقى بالصوره اللي انتوا شايفينها كده. هقلب بنفس الصوره كده لحد ما احس ان الدقيق بتاعي دخل كويس اوي جوه المكونات وامتزجوا سوا كويس اوي. بعد كده هرفع ايدي وهحط كده نقطتين من اللون الازرق عشان اعمل الدرجة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. عندي بقى السمنة واللبن هاخدهم الاتنين واسخنهم على النار. بعد ما يسخنوا انا بس بسخنهم مش بوصلهم لدرجة الغليان. هجيبهم بقى كده واجيب معلقة من الخليط اللي انا عملته وانزل بيه على الحليب بالزبدة السايحة. وبعد كده هخلطهم كويس قوي. وهرجع تاني اضيف الخليط ده على الخليط الاساسي. وهنا بقى انا مش هضرب كتير او مش هقلب كتير، يا دوب بس اختلطوا مع بعض كده. وكده المكون بتاعي بتاع الكب كيك بقى تمام وجاهز ان انا اصبه في القوالب بتاعتي. طبعا انا حطيته في درجه حراره 180 درجه في الرف اللي في الوسط. قعد حوالي تلت ساعه واستوى احلى كب كيك زي ما انتم شايفين. لونه جذاب جدا وجميل. انا حبيت ان انا الونه كده عشان تبقى حاجه مبهجه لاولادنا يحبوا ياكلوها. ممكن تاكليها كده من غير اي تزيين، وممكن كمان تضيفي كريمه وهنشكلها زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. لونت كريمة كده باللون الكشميري وعملت وردات بسيطة كده على الكب كيك. طبعا الكريمة بتضيف له طعم جميل وكمان بتضيف له شكل جميل. اسهل كب كيك ممكن تعمليه وما بياخدش وقت خالص ولا مجهود. قد ايه الكب كيك بتاعي خفيف وهش وكمان طعمه في منتهى الجمال. ودي كانت وصفتنا النهارده البسيطه خالص اللي ما خدتش وقت ولا مجهود منا. استناكم كلكم تجربوه ان شاء الله وتقولوا رايكم في التعليقات ايه رايكم فيه. ونتقابل ان شاء الله في وصفه تانية جديده من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.